صباح الخير يا حبايبي. انا بعتذر لكم، ساعات بيبقى فيديوهات الموبايل بيفصل، فما بجيب لكمش الجزء الاخير، فمعلش سامحوني. النهارده هنعمل رز بقى، بقالي سنين بعمله، رز بالخلطه، بس انا بعمله بطريقه كده غريبه شويه. خليكم معايا. انا عندي 3 كوبايات رز، وعندي معلقتين سكر، وعندي قرفه سيجار، واحدة اسمها 2 اهي، وعندي معلقة الا شوية كده قرفة بودر، وده معلقة ملح، ودي زبدة، ولو احتجت الزيت هاخده. عندي قوانص متقطعة مغسولة ونضيفة وزي الفل ومتقطعة، معمول عليها ليمون وكبد. دي متقطعة حتت صغيرة، انما دي متقطعة حتت كبيرة عشان ما تتهريش. وهوريكم هنعمل ايه، خليكم معايا. هنبدأ بالرز الاول. هنكرمل السكر، ان شاء الله. هيتكرمل اهو. عايزين لونه بس شوية كده، مش عايزين يغمق قوي عشان ما يمررلناش الدنيا. انا حاطة زبدة انا حاطة زبدة في الشوربة، معلش انا نسيت اقول الشوربة. فاحنا ايه، هناخد الرز، الرز هيتقلب مع الكرملة والزبدة. نحط حتة كمان بس عشان نوضح الناس، مش عايزين دهون جامدة قوي لان الشوربة برضو فيها دهون، فايه على خفيف كده. هنحط القرفة والملح والقرفة الكبار بقى عشان تطلع لنا بقى الروايح الحلوة دي. جربوه مش هتندموا، ولو في حاجة بسيطة خالص، حتى ان شاء الله بكوباية رز واحدة. صدقوني الريحة مش قادرة اقول لكم على ريحة القرفة مع السمنة مع التقرمينة الجميلة دي. انا نسيت اقول لكم بس في المقادير منها كانت بتغلي في شوربة. طبعا ال3 رز هياخدوا 3 شوربة. احنا بس بنشوحها شوية ومسخنين، لازم الشوربة تكون سخنة يا جماعة، اوعوا تنسوا. خلاص كده الشوربة سخنة. واو على الجمال. ريحتها بدأت تطلع، فكرة القرفة ريحتها جامدة. مش قادرة اقول لكم على الريحة. يعني لسه هنكمل بقى الاكل على ما دي تستوي، اقول لكم هنعمل ايه. هنغطيها يا حبايبي خلاص كده، وهنسيبها بقى تستوي لغاية ايه ما تتشرب، وبعدين هنحط لها بقى تكمل سواها على الهادي. هنا زبدة وشوية زيت. بصوا بقى هنا الاول احنا هناخد ايه، هناخد القوانص عشان بتاخد وقت في السوا، وهنشوحها تشويحة جميلة كده. معلش انا اسفة. بصوا لازم تبقى نحط فيها ورقتين لورا كده رومان، طلعوا لنا بقى الروايح الحلوه دي. بصوا معايا، احنا هناخد دي نشوحها. بعد ما هنشوحها هنحط لها ربع كوبايه ميه تاخد بس السوا بتاعها، ولما هنخلص القوانص هنحط عليها ايه، الكبده، نركنها في جنب كده ونحط الكبده عشان ايه تتشوح التشويحه بتاعتها الجميله برضه. خليكم معايا. هنركن
القوانص في جنب كده. نحط الكبده بتاعتنا. باخد بس التسليحه كده الجميله دي، دول زي ما هم كده اهو في جنب. مش قادره اقول لكم على الروايح، ولسه احنا ما حطيناش حاجه. مش هنحط يا جماعه الا فلفل اسمر بس وملح، بنجيبهم. نحط بس فلفل اسمر عشان ايه الريحه الجميله دي تطلع. الاكل كله ما فيهوش توابل غير الفلفل والقرفه، مفيش اي توابل. بص بقى دخلنا كله على بعضه. انا عامله باقي الكبد والقوانص دي برضو برام في الفرن. ده الرز اهو. انا نسيت اقول لكم يا جماعه ان الشوربه دي اصلا شوربه كدابه. لقيت عندي مفيش شوربه وانا بواقي الكبد والقوانص مش هسلقها، بدخلها برام في الفرن. واخدين بالكم اهو. مش قادره اقول لكم على الروايح الجميله دي، ريحه تحفه. نكمل تشويح كده على السريع وبعدين هزودها كوبايه ميه عشان تخش في السوا وهوريها لكم تاني. احنا زودنا تقريبا يعني كوبايه ونص ميه كده، لان التشويح مش هيسوي السوا الكامل. على بال بقى كل ده هيدخل في السوا. مش قادره اوصل لكم يعني قد ايه الريحه. ريحة حلوة أوي. ريحه تحفه تحفه، جربوه صدقوني مش هتندموا. تغيير بقى عن اكل الصلصه والخضار والدنيا حررت. شوفوا جربوا بتاعت رز واحده وكبده وقنصه بس، يعني 2 كده، واحده وواحده كده، ومش هتخسروا صدقوني. احنا هنحط بس نسينا هنا كشعرة الملح. مفيش اي اضافات هنا. هنغطي عليها بقى تستوي ويكمل سواها هي والرز، وهوريها لكم. اوريكم كمان طريقة التقديم، يعني نقدمها ازاي لو عندك عزومة بقى وتحطي سرفيز كده الرز وعليه الكبد والقوانص، شوية مكسرات، شوية زبيب. مش قادرة اقول لكم هيبقى جماله قد ايه. بصوا حبايبي الرز استوى، مش قادرة اقول لكم على طعمه. طعمه تحفة جنن. هاتي المعلقة دي. جنن يجنن. بصوا بقى، بصوا بقى الجمال ده. يعني لو عندك ضيوف بقى، الكبده يا جماعه بصوا مستويه. مش عايزه اتك عليها اتقطع تاني، بس انا عايزه اسيب الجمال ده. شوفوا مستويه. بصوا شوفوا لونها من جوه، شوفوا لونها تحفه تحفه وبيضه وزي الفل. انا عايزه اقول لكم بس ملحوظه. بعد ما نغسل الكبد والقوانص، كل مجموعه تتحط عليها شويه خل وتتساب مثلا قيمه ربع ساعه، وبعدين نشطفها وبعدين نحط ليمون. ماشي حبايبي، بتفرق جامد. طب لو عندكم ورق لورا مطحون، انا باخد الورق اللورا المتكسر واروح جايه طحناه استخدمه في الحاجات دي بقى. انا عايزه انقع، احط ورق لورا مطحون على الكبد والقوانص، على الفراخ، على اي حاجه تعجبكم. انا عايزه بس اخلي المنظر الجمالي كده. شوفوا العظمه والجمال، صدقوني هيشرفكم قدام ضيوفكم. والشوربه زي ما احنا قلنا انا عاملاها على فكره بشوربه كدابه. بصوا بقى، عندكم زبيب، عندكم مكسرات. في ناس بيحبوا الزبيب يحطوه على يغلوه الاول في ميه. انا ما بحبش اغليه في ميه بصراحه، ما بحبوش ان هو يتغلي في ميه. انا بحب اكله ينضغ كده. فدي طبعا براحتكم بقى، انتوا عايزين
تغلوه الاول. ماشي. عايزين مكسرات. ماشي. بيتحدث عن نفسه، صدقوني جربوه ومش هتندموا، وما خدش وقت. يعني ضيوف جايين لكم، بصوا الجمال، بصوا انتوا، بصوا الجمال. مش بس كده، طعمه يجنن، خرافة. طبعا انا شلت كل ورق اللورا والفلفل. ورق اللورا احنا حطيناه في كبد والقوانص، وحطينا او كان هو اصلا في الشوربه الكدابه اللي انا كنت عاملاها. طبعا شلت كل ده، والعيدان وكل القرفه اتشال. عايزه اقول لكم ملحوظه، ما تكتروش القرفه الناعمه، علشان القرفه الناعمه بتغمق. انا بشكر كل اللي بيتابعني يا جماعه، متشكره ليكم يا حبايبي، وارجو تتابعوني كمان اكتر واكتر، وان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم الوصفه. وما تنسونيش في اللايك والشير، وباي باي.